سر مرعب مستخبي داخل مستشفى، والممرضة الجديدة هي الضحية اللي جاية. ولو عايز تفهم الحكاية خليك معايا للنهاية. فيلمنا بيبدأ داخل مستشفى لعلاج الأطفال، لما ممرضة اسمها سوزان كانت بترتب صناديق الدواء، وفجأة بتيجي من وراها طفلة مريضة اسمها ماجي وبتقولها إن شارلي بدأت تظهر في المكان. ووقتها سوزان اتوترت وردت عليها إنها مش عايزة تتكلم في الموضوع ده بعد كده، وبتؤمر ماجي إنها ترجع للأوضة بتاعتها. وبالفعل ماجي بتسمع كلامها، ولما بتريح على السرير بتاعها فجأة بتلاحظ إن الكوباية اللي جنبها بتفضل تتهز بقوة من تلقاء نفسها. وفي اللحظة دي في طفل اسمه سيمو موجود على السرير اللي جنبها، بيصحى من النوم وبيفضل يصرخ. ووقتها الممرضة سوزان والدكتور روبرت بياخدوا سيمو علشان يعملوا له إشاعات على رجله اللي لونها بقى غامق جدا، والإشاعة بتظهر إن في كسر في عظام رجله. وأثناء ما كانوا بيجهزوه للتصوير الجانبي فجأة في عظام تانية بتتكسر لوحدها. وبعد يومين الموظف روي بيروح يستقبل الممرضة الجديدة إيمي، واللي بنعرف يا صديقي إن تم تعيينها بدل الممرضة سوزان اللي مشيت من المستشفى. ورئيسة الممرضات السيدة فيري بتعرف إيمي إن جميع الأطفال المرضى موجودين في الدور الأول، وإن مفيش زرار في الأسانسير للدور التاني لأنه مقفول من سنة 1959 بسبب حادث مأساوي قديم. وبعدها السيدة فيري بتعرف إيمي على الممرضة هيلين، واللي بتفرج إيمي على الأطفال المرضى اللي مسؤولين عنهم. وبيلفت انتباهها الطفلة ماجي اللي كانت قاعدة بتلعب بالمكعبات لوحدها. وفي الليل لما إيمي بتستلم ورديتها من الممرضة هيلين وبتروح تبص على الأطفال بتلاقي ماجي لسه صاحية، فبتبدأ تتكلم معاها. وماجي بتعترف لها إنها مش بتستخدم المكعبات علشان تلعب بيها، ولكن علشان تتواصل مع شبح بنت اسمها شارلي، واللي عايشة في الدور اللي فوق ولقبها البنت الآلية. وساعتها إيمي بتستغرب وبتقول لها إن مفيش مريضة في المستشفى اسمها شارلي. ولما بتسيبها وبتروح تدخل الحمام بتسمع أصوات غريبة جاية من الدور اللي فوق، ولكن فجأة الأصوات دي بتبدأ تختفي تدريجيا. ولما إيمي بتدخل لأوضة الألعاب بتلاقي كلمة آلي مكتوبة بالمكعبات، فبتستغرب جدا. وفي اللحظة دي بتسمع صوت بنت عمالة تصرخ، فبتجري بسرعة على أوضة الأطفال. وماجي بتقول لها إن شارلي متضايقة، ولكن لأن إيمي مش مؤمنة بالحاجات دي بتسيبها وتمشي. وتاني يوم لما إيمي بتقابل الموظف روي وبتحكي له عن ماجي اللي بتفضل تتكلم عن شارلي، روي بينصحها إنها ما تهتمش لكلامها لأن شارلي دي مجرد أسطورة محلية ملهاش وجود. وبعدها إيمي بتجهز الطفل سيمو اللي عظامه اتكسرت علشان هيروح يتعالج في مكان تاني. وأثناء ما كانت نازلة بيه في الأسانسير فجأة الأسانسير بيتعطل وبيقف في مكانه. ووقتها سيمو بيقول لإيمي وهو مرعوب إن البنت الآلية عايزة تأذيه، ولكن إيمي بتطمنه وبتقوله إن كل حاجة هتكون تمام. وبالفعل بعد شوية الأسانسير بيرجع يشتغل مرة تانية، وإيمي بتوصل سيمو للطيارة بسلام. وفي الليل لما إيمي كانت بتتفرج على التلفزيون في المستشفى فجأة الإشارة بتتقطع مرة واحدة. ولما إيمي راحت علشان تتصل بالأمن في صوت غريب ومرعب هو اللي رد عليها وفضل يقول لها كلام مش مفهوم، فإيمي خافت جدا وقفلت التليفون بسرعة. وبعد ما رجعت للأوضة بتاعتها لقيت ماجي مستنياها وهي بتسألها إذا كانت شافت شارلي في الأسانسير. ولما إيمي بتقول لها إن شارلي مش حقيقية ماجي بتأكد لها إن شارلي موجودة وإنها أذت صديقها سيمو قبل كده، وممكن تسأل الممرضة سوزان عن الموضوع ده. ولما إيمي راحت بصت على الأشعة الخاصة بسيمو لاحظت إن الأشعة الأولى موجود فيها كسر واحد في رجله، والأشعة التانية اللي اتصورت بعد 3 دقايق بس بيظهر فيها كسرين. فإيمي بتروح للدكتور روبرت علشان يعرفها إيه السبب، ولكن الدكتور ما بيكونش عنده أي تفسير لحالة سيمو. وساعتها إيمي بتبدأ تشك إن شارلي ممكن يكون ليها دخل بالموضوع ده فعلا. وعلشان تفهم اللي حصل بتروح تاني يوم لبيت سوزان علشان تتكلم معاها، ولكنها بتتصدم لما بتعرف إن سوزان اتوفت في حادث من يومين. والكاهن اللي موجود في الجنازة بيعرف إيمي إن سوزان كانت خايفة جدا بعد ما مشيت من المستشفى وكانت بتروح لناس مختصة بالعالم الآخر. وفي الليل لما إيمي بتدخل تطمن على الأطفال فجأة بتلاقي الملاية اللي على سرير سيمو الفاضي بتترفع من تلقاء نفسها. ولما إيمي مدت إيديها علشان تلمسها في اللحظة دي بيظهر شكل وجه بيتخنق تحت الملاية، فإيمي بتترعب وبتطلع تجري بسرعة. وتاني يوم وبناء على كلام الكاهن إيمي بتروح تزور الناس المختصين اللي سوزان كانت بتروح لهم، واللي بيكونوا 2 ستات مسنين بيتمتعوا بقدرات روحانية قوية. وبيوضحوا لإيمي إن بجانب عالم الأحياء
في عالم تاني محدش يقدر يشوف سكانه غير الناس اللي بتقرب من الموت، زي سوزان كده قبل الحادث اللي اتعرضت له. وبيعرفوها إن في روح في المستشفى مش مدركة إنها ميتة، وبتحاول تقرب بطريقة معينة من الأحياء اللي هناك، وإنها لو عايزة تعرف الحقيقة لازم تدور في ماضي المستشفى كويس. وفي الوقت ده لما الموظف روي كان بيرتب أوضة الألعاب، فجأة المكعبات بتبدأ تتحرك لوحدها وبتكون كلمة لا تلمسني. وفي اللحظة دي بتظهر تشققات كتيرة في السقف والأوضة بتفضل تتهز بقوة. ومن شدة الاهتزاز روي بينزل على الأرض، ووقتها بيشوف بنت غامضة جاية ناحيته، وبيكون متركب في رجلها دعامات حديد، وبتدفع روي بكل قوة ناحية الشباك وبتنهي أمره تماما. ولما إيمي شافت المنظر ده راحت صرخت في وش السيدة فيري والدكتور روبرت وقالت لهم إنهم لازم يخرجوا الأطفال من المستشفى دي حالا لأن في خطر على حياتهم. ولكن السيدة فيري رفضت الكلام ده تماما. وبعدها إيمي طلبت من ماجي إنها ترشدها للفتحة اللي بتوصل للدور المهجور، وبالفعل ماجي بتوصلها لهناك. ووقتها إيمي أصرت إنها تطلع لوحدها، وأثناء ما كانت بتتمشى في الممر وبتشوف باب أوضة مفتوح بتدخل جواها وبتلاقي مجموعة من ألعاب الأطفال، وكمان بتلاقي صورة لبنت موجودة على كرسي متحرك وجنبها ست ممرضة، وبيكون مكتوب على ظهر الصورة دي مندي وشارلي بتاريخ 1959. وفي بكرة فيلم بتكون موجودة مع الصورة. ولما إيمي بتاخدهم وبترجع للممر فجأة بتلاقي روح شارلي واقفة قدامها. وفي اللحظة دي ماجي اللي كانت بتتبع إيمي بتروح تشدها بسرعة وبيهربوا من المكان مع بعض. وبعدها إيمي فرجت الدكتور روبرت على الصورة اللي لقيتها وقالت له إن هي دي البنت الآلية شارلي. ولما الدكتور روبرت دور عليها في الأرشيف ملقاش أي بنت اسمها شارلي في سجلات المستشفى. وساعتها إيمي بتطلب منه إنه يشغل بكرة الفيلم اللي لقيتها، وبالفعل الدكتور بيعمل كده. والاتنين بيشوفوا البنت اللي في الصورة وهي بتتألم أثناء إجرائها لعملية جراحية. والدكتور بيشرح لإيمي إن ده مرض نادر بيصيب العظام الضعيفة، والدكاترة في الوقت ده ما كانوش بيعرفوا يعالجوه. ووقتها إيمي بتحاول تقنعه إن شارلي لسه موجودة هنا ومحدش بيقدر يشوفها غير الناس اللي على وشك الموت. وببساطة هي عايزة إن كل اللي موجودين في المستشفى يتألموا بنفس الطريقة اللي اتألمت بيها هي قبل كده. وأثناء ما كانوا بيتكلموا مع بعض فجأة بتحصل تشققات كبيرة في السقف، ووقتها الدكتور روبرت قرر إنه يتصل بالنجدة علشان يجوا يساعدوهم ويمشوا هم والأطفال من هنا. ولكن في اللحظة دي هبت عاصفة رياح شديدة في المكان بالكامل. وساعتها إيمي بتروح لبيت السيدة فيري اللي بيكون قريب من المستشفى وبتتصل بالنجدة من هناك. وفي الوقت ده لما الممرضة هيلين والممرض مات كانوا بيجمعوا الأطفال في المستشفى، في طفل كان تعبان جدا ومش قادر يتنفس، فالممرض مات نزل للمخزن بسرعة علشان يجيب له تنفس صناعي. وأثناء ما إيمي والسيدة فيري كانوا في طريقهم للمستشفى السيدة فيري بتبدأ تكشف لها الحقيقة وبتقول لها إن الممرضة اللي كانت بتعتني بشارلي هي السبب في كل ده، لأن الممرضة دي ما كانتش عايزة شارلي تفارقها بعد ما حالتها اتحسنت، فقررت إنها تكسر عظام جسم شارلي علشان تفضل موجودة معاها في المستشفى. ولما تم فصل الممرضة عن العمل ما قدرتش تستحمل بعدها عن شارلي وراحت لها للمستشفى وأنهت حياتها. وبعدها لبست الدعامات الحديد الخاصة بشارلي ورمت نفسها في بير الأسانسير وماتت. وفي الوقت ده وأثناء ما الدكتور روبرت كان بيشوف الفيلم مرة تانية بيلاحظ رقم 209 المكتوب على البطاقة الطبية للبنت، وده بيساعده إنه يلاقي الملف بتاعها في الأرشيف. والصدمة لما بيعرف إن المريضة اللي ظهرت في الفيلم ما كانش اسمها شارلي ولكن اسمها مندي، وده معناه إن شبح البنت الآلية اللي بتظهر دي يخص الممرضة واللي بتطلع إن هي اللي اسمها شارلي. وفي اللحظة دي روح شارلي بتظهر قدام الممرض مات في أوضة التخزين وبتنهي أمره. ولما إيمي والسيدة فيري بيوصلوا للمستشفى الدكتور روبرت بيصدم إيمي وبيعرفها إن روح شارلي دي تبقى ممرضة الطفلة ميندي. وبعد وفاة شارلي في بير الأسانسير روحها بقيت موجودة في المستشفى علشان تفضل مع الأطفال، وهي اللي كانت بتكسر عظام الأطفال طول السنين اللي فاتت خوفا على فراقهم. ووقتها إيمي والدكتور روبرت بيدركوا إنهم لو حاولوا يخرجوا الأطفال من المستشفى هيموتوا كلهم. ولكن لما رجالة الإسعاف بيوصلوا للمستشفى وبيبدأوا ياخدوا الأطفال مفيش حاجة غريبة بتحصل. بس لما إيمي بتلاحظ إن ماجي مش موجودة مع الأطفال ساعتها بتدرك إن شارلي هديت لأنها أخدت ماجي. فإيمي بتطلع للدور المهجور بسرعة
وبالفعل بتلاقي ماجي موجودة هناك وورا منها روح شارلي، ووقتها إيمي بتروح تحضن ماجي وبتقول لشارلي إن ماجي مش مفروض تفضل هنا. وأثناء ما كانت بتدور على اللحظة المناسبة للهروب، روح شارلي بتبدأ تدمر كل حاجة حواليهم. ولما إيمي سحبت ماجي من تحت الأنقاض، لاحظت إنها مش بتتنفس خالص، ولكن مع ذلك إيمي مش بترضى تسيبها وبتاخدها وبتقدر تنزل من الدور المهجور. وبعد ما بتسلمها لرجالة الإسعاف، بيتصدموا لما بيلاحظوا إن ماجي فرقت الحياة. وفي اللحظة دي إيمي بتنهار هي كمان بسبب كمية الإصابات اللي فيها. ومع إن الدكتور روبرت بيحاول ينقذها، إلا إن قلبها بيقف عن العمل. ولكن في اللحظة دي روح ماجي بتديلها قبلة حب صادقة، وبترجع إيمي للحياة مرة تانية. وفي المستشفى الدكتور روبرت بيواسي إيمي وبيقول لها إنها عملت المستحيل علشان ماجي تعيش، ولكن للأسف ده قدرها. وبعد شوية لما إيمي فضلت تبكي على فراق ماجي ودخلت في النوم، في مريض مسن كان على وشك الموت موجود جنب سرير إيمي، بيشوف روح ماجي قاعدة جنب إيمي وهي مبتسمة، في إشارة إن روح ماجي حبت إيمي جدا لأنها كانت بتحاول تنقذها طول الفترة اللي فاتت. وبكده يكون فيلمنا انتهى. ما تنساش اللايك والاشتراك. سلام.